السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالي بقى النهاردة اقولك على السر اللي بيخلي كيكة البرتقال تطلع عالية ومرتفعة وباللون الفاتح الجميل ده. فاكرين بقى الكيكة اللي عملتها معاكم قبل كده؟ اللهم بارك، حققت اكتر من مليون مشاهدة والحمد لله اخدت عليها ثقة كبيرة منكم. النهاردة بقى جايبالك حاجة مش اقل منها خالص ومن غير اي مبالغة. بجد دي هتكون اخف كيكة برتقال ممكن تعمليها في حياتك. طعمها خطير بجد، وريحتها وهي لسه في الفرن كده تخطف القلب من قبل حتى ما تدوقيها. هقولك كمان على سر بسيط خالص وتركة بسيطة هي اللي هتخلي الكيكة تطلع معاكي بالارتفاع وبالجمال ده. حطي بقى لايك للفيديو وخلينا نشوف الطريقة على طول، بس أمان عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة هي وجميع موتانا. وما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نسمي الله. وفي البداية كده هتحضري 3 بيضات ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ولو البيض اللي عندك كبير استخدمي 2 بس كفاية. زودي بقى على البيض نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو 2 باكت من البودرة. طبعا لو السايلة مش متوفرة عندك. كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، وعايزة اقولك ان دي ضرورية جدا، بتساعد البيض يفتح ويعمل فوم، وكمان بيهيش، ده طبعا بيخلي الكيكة تعلى وترتفع معاكي. يعني يعتبر ان ده اول سر من اسرار نجاح الكيك. ابدأي بقى اخفقي البيض لحد كده ما لونه يفتح وحجمه يزيد. هتلاقيه كده عمل معاكي فقاعات هوا على الوش، تعرفي كده انك ماشية تمام. عايزة اقولك استخدمي بقى المضرب او الخلاط الكهربائي او حتى المضرب اليدوي، كلهم هيدوكي نفس النتيجة. كده تمام. البيض زي ما انت شايفة عمل فوم كده على الوش. في الوقت ده بقى تكوني محضرة كوباية الا ربع من الزيت. بس طبعا انزلي كده بالزيت على مراحل علشان كمان ما يفصلش البيض. اختاري كمان زيت ريحته تكون كويسة علشان بيبان جدا في طعم الكيك وريحتها. وكمان لو لونه غامق يعني هيطلعها معاكي غامقة جدا. اخفقي بقى الزيت كويس جدا مع الخليط، وبعد كده انزلي عليهم بكوباية وربع من السكر. واستخدمي طبعا نفس الكوباية اللي عايرتي بيها الزيت. لازم تكملي بيها كل المقادير علشان تطلع معاكي متساوية. ولو عايزة بقى تقللي كمية السكر لكوباية واحدة زي ما تحبي، بس كمية السكر دي هتطلع معاكي الكيكة مظبوطة جدا. اضربي بقى السكر مع الزيت وباقي المكونات لحد بقى ما تلاقي الخليط كده فتح والمكونات اندمجت مع بعض كويس جدا. طبعا مش هننسى الجوانب كده، لازم كل شوية كده تنزليها علشان تضمني ان السكر اختلط وداب كويس. طيب لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى كده تنزلي تحت في التعليقات، ما تنسيش الكومنت القمر اللي هنصلي بيه على الرسول علشان كلنا ناخد الاجر والثواب مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكده تمام، السكر اختلط كويس، وركزي جدا في الخطوة دي. حاولي كده تاخدي وقتك فيها وما تستعجليش فيها خالص، علشان كمان السكر لو ما انضربش ونعم معاكي كويس الكيكة بتاعتك هتطلع مكتومة وشها بيلزق جدا. طيب في الوقت ده تحضري بقى برتقانة كده متوسطة. هتاخديها كده تغسليها كويس جدا وتقطعيها لأربع قطع، وبقشرها بقى في الخلاط اعصريها بقى من غير أي إضافة. يعني ما تحطيش عليها مية ولا أي حاجة. أنا صورت الجزء ده بس للأسف كده طار مني في المونتاج. المهم إن الخطوة دي بسيطة جدا. طبعا هتاخديها بقى بعد كده تعديها على مصفى سلك عشان كمان تتخلصي من الألياف والبذور اللي بتكون موجودة فيها، علشان ده طبعا برتقان صيفي فبيكون جواه بذر كتير. ارجعي بقى اخلطيها مع باقي الخليط، وبكده المواد السائلة تكون خلصت. وكده تمام، هنبدأ بقى نضيف المواد الجافة. طيب بالنسبة بقى للدقيق برضو بنفس الكوباية هتعايري كوباية. في الأول هي المقدار كله كوبايتين ونص، احنا هنعاير في الأول كوباية. وطبعا وانتي بتملي الكوباية كده ما تضغطيش على الدقيق عشان كمان ما تحطيش كمية زيادة، وده طبعا يخلي الكيكة تطلع مكتومة معاكي. وما تنزليش بالكمية كلها مرة واحدة، في الأول كده انزلي بكوباية. ولازم طبعا تنخلي الدقيق كويس جدا لأن ده بيخلي الكيكة يدخل لها هوا، وبيساعدها كمان إنها ترتفع معاكي بسرعة. قلبي بقى الكوباية الأولى كده لحد الدقيق ما يختفي تماما، وبعدين انزلي بالكمية الباقية عشان كمان تدي فرصة للخليط ما يفقدش الهواء اللي دخل جواه. يبقى أنا كده ضفت الكمية كلها عبارة عن كوبايتين ونص من الدقيق. هتقلبيهم مع بعض كويس جدا، بس خلي بالك سيبيهم اخر حاجة، يعني سيبي النص كوباية كده في الاخر خالص، لان ممكن تحتاجيهم وممكن لا. طبعا على حسب نوع الدقيق بتاعك لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. بس خلي بالك كده كل شوية لازم تنزلي الجوانب عشان كمان القوام كله يبقى واحد. وبعدين زودي عليه كده معلقة واحدة بس تكون مليانة من البيكنج باودر. معلقة واحدة بس، بلاش تستخدمي الكيس كله وهقولك دلوقتي ليه.
هنزود عليها كمان معلقة كبيرة تكون مليانة من الخل بتاع الطعام، وعليها ربع كوباية من المية تكون مغلية لسه طبعا غلياها حالا. في الوقت ده هتشوفي فوران كده قدامك، وده طبعا اللي هيخلي الكيكة بقى تطلع عالية كده وتفور جوه الفرن، وكمان بيخلي لونها فاتح وجميل جدا. بجد كيكة البرتقال بالطريقة دي خصوصا لما بتزودي عليها مية مغلية بتكون مختلفة خالص عن اي طعم كيكة تانية. ان شاء الله هتجربيها وهتشوفي النتيجة بنفسك. طيب لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا بتمنى تحطي لايك للفيديو، وما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبس كده قلبيهم بقى مع بعض على طول، بس خلي كده التقليب في اتجاه واحد علشان كمان ما تضيعش التفاعل الجميل ده. ودايما خلي اضافة البيكنج باودر بجد في اخر خطوة، لانها بجد بتساعد الكيكة انها تطلع عالية ومرتفعة خالص، عكس خالص ما بتحطي البيكنج باودر في اول الخليط. يعني لما بتضيفيه مع الدقيق من الاول ممكن تسيبي مثلا الخليط شوية فيفقد التفاعل بتاعه، لكن في اخر خطوة بجد النتيجة بتبقى مبهرة. وطبعا كل اللي جرب الكيكة بتاعتي متأكد من كلامي. قلبي بقى لحد ما تظبطي قوامها كده لحد ما يبقى وسط بالشكل ده. وعايزه اقولك ما تلتزميش بمقدار الدقيق قوي، ممكن تاخد معلقه او اتنين زياده، وده طبعا على حسب نوع الدقيق، لان طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. وبس كده في الوقت ده على طول روحي بقى شغلي الفرن بتاعك علشان يسخن كده حاجه بسيطه. وبعد طبعا ما تشغليه هاتي بقى صينيه مقاس يعني تكون 26، اللي هو المقاس المتوسط. هتغلفيها كده بالسمنه او بالزيت، وترجعي بقى تبطنيها كده بشويه من الدقيق من كل مكان كده، ونرجع بقى يعني ننفضها من الدقيق الزيادة. طبعا هتنفضيها كده مرة واتنين علشان تتخلصي من الدقيق اللي موجود فيها. صبي بقى الخليط في الصينية، وبجد اللهم بارك ريحة البرتقان بقشره تجنن. كيكة البرتقان كمان يعني قوامها بيكون تقيل شوية غير اي نوع كيكة تانية. وبس كده خبطي بقى الصينية كده خبطتين تلاتة على الرخامة علشان كمان تطلع متساوية من الوش. وبعصاية بقى شيش وزعي كده الهوا كده في كل مكان. الحركة دي بجد سحرية ما شاء الله، بتخلي الكيكة كده تطلع كلها واخدة ارتفاع واحد، وكمان يعني ما بتبقاش عالية من جنب واطية من الجنب التاني. دخلي بقى الكيكة كده على الرف اللي في النص، وشغلي الفرن بتاعك من تحت بس، وسيبيها بقى تستوي براحتها خالص على درجة حرارة 170 من غير طبعا ما تشغلي الشواية. هي هترتفع لوحدها وتاخد لون ذهبي جميل من غير ما تشغلي الشواية. بس طبعا يعني لو حسيتي انها محتاجة ممكن تشغلي لها الشواية في اخر 5 دقايق، لان طبعا كل نوع فرن بيختلف عن التاني. ما تشغليش الفرن قبلها بمدة طويلة علشان الفرن ما ياخدش درجة حرارة عالية جدا، فالكيكة اول ما تدخل تاخد ارتفاع عالي ومرة واحدة تفقد الارتفاع ده. انتي شغلي الفرن اول ما تحضري الصينية بتاعتك، يعني اول ما تضيفي الدقيق كده على المكونات السائلة تروحي تشغلي الفرن بتاعك على طول. اللهم بارك بجد طرية طراوة مش طبيعية. انا طبعا اختبرتها بخلة وهي جوه الفرن بعد ما عدى عليها 30 دقيقة، لان طبعا ما ينفعش تفتحي عليها قبل كده. هتسيبيها بقى لحد كده ما تحمر لوحدها زي ما قلتلك. واهم حاجة علشان تحافظي على الارتفاع الجميل ده ما تزوديش كمية البيكنج باودر. طبعا كتير مننا بيفتكر ان البيكنج باودر يعني لما بيكون كتير ده بيخلي الكيكة تعلى خالص، بالعكس يا جماعة والله. بيخليها تعلى مرة واحدة ومرة واحدة تلاقيها هبطت منك. فكل حاجة كده بتكون بمقدار معقول. الكمية دي عليها معلقة واحدة بس مظبوطة جدا. حاجة كمان ما تخرجهاش من الفرن على طول اول ما تخلص تسوية، لازم كده توربي باب الفرن وتسيبيها تهدى براحتها خالص، عشان كمان ما تتعرضش لهواء بارد وتهبط منك فجأة وتفقدي بقى الارتفاع الجميل ده. صدقيني لو مشيتي على الخطوات اللي قلتها بجد هتدعيلي. الكيكة دي بجد خرافية وما فيهاش ولا غلط، بجد من انجح الكيكات اللي هتجربيها ومش هتعملي غيرها. ما شاء الله كيكة هشة ومرتفعة وعالية جدا. عايزة اقولك كمان لونها وطعمها وريحتها حاجة بجد تخطف القلب. ان شاء الله مستنياكم تجربوها وترجعوا تكتبوا لي على الطعم والريحه. ولو عجبكم الفيديو ده شوفوا الفيديو اللي هيظهر حالا وان شاء الله هيعجبكم جدا. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات على الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم وتشوفوني على طول. اسيبكم في حفظ الله واقول لكم مع السلامه.